هلو. اليوم راح نشوف طريقة عمل الكنافة الناعمة بالقشطة والجبن. طريقة سهلة جدا، والكنافة فتشي خرافي، ما راح تاخذ من عندكم هواي وقت، بس طعمها وشكلها كنافة جاهزة 100%. يعني ما تصدقون ان انتو سويتوها بالبيت. تفرجوا بالبداية على جمال الكنافة، وبعدين خلينا نبدي بطريقة العمل. كل اللي محتاجين نجيب شعرية الكنافة ونقصها وننعمها حيل. تحبون تخلوها بمحضر الطعام أو بالمقص مال المطبخ، تموعوا لها شوية زبد وتخلطون الزبد مع الشعرية مع الكنافة. الكميات أنا كاتبتها أسفل الفيديو، بس أنتوا براحتكم حسب حجم القالب اللي راح تستخدموا. خليت عليها ملون طعام أنا شوية، نص ملعقة شاي، واستخدمت هذه القوالب اللي تنفتح، حطيت بها زبد وخليت نص كمية الشعرية كطبقة أولى ورصيتها زين. بعدين خليت عليها القشطة، استخدمت قشطة عادية، واستخدمت جبن كريمي اللي هو ريكوتا. هذا ريكوتا جبن يكون شوية بحلاوة وكريمي كل السهل بالفرد، وخليت عليهم رشة من جبن الموزاريلا، مو هواية، رشة. وشوفوا الأطراف عفتها بدون ما أخلي عليها حشوة، حتى لما أخلي الطبقة الثانية مال شعرية تنسد عدل. هسه تخلون الطبقة الثانية مال شعرية وتدخلوها الفرن على درجة حرارة 180. تقريبا أخذت من عندي نص ساعة أو على ما تحمر، تقدرون تطلعوها وتقلبوها، وهذا صار شكلها. سويت لها اني شيرة. الشيرة من طلعتها من الفرن درتها عليها وزينتها بالفستق، وخلصت الكنافة. فشي سهل جدا، أخذت مني دقائق وأني جاي أحضرها. طعمها مو طبيعي، يعني كلش طيبة، لازم تجربوها، وألف عافية.